1+2 في 3 بيساوي 7. الإكسل بيحسب غلط؟ لا طبعا. تعالوا نعرف السبب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من 3: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو عندي معادلة مكونة من عمليات جمع وضرب وقسمة أو أكتر، مثال 1+2 في 3، لو كنا بنكتبها بالإكسل بالشكل ده هيكون الناتج خطأ ويساوي 7. هل الإكسل بيحسب خطأ؟ لا طبعا. تعالوا نعرف إيه السبب. أولا، في جزء أساسي من أي معادلة اسمه المعامل، وهو مجموعة من الرموز الرياضية زي الجمع والطرح والضرب والقسمة وغيره من العوامل. لو طلبنا من الإكسل إنه ينفذ أكتر من عملية رياضية في نفس الوقت، أكيد لازم هيرتب العمليات حسب الأولويات، وده شكل الأولوية اللي بيتعامل معاها الإكسل. الأسس أولا، ثم الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح، وباقي العمليات. وده اللي حصل بالمثال. الإكسل فاهم إن الضرب قبل الجمع، وعلشان كده ضرب 3×2 بيساوي 6، وجمع عليهم 1 فكان الناتج 7، وده خطأ. إزاي أحل المشكلة دي؟ الحل إني أحدد عملية الجمع بالأقواس. في الإكسل هيفهم إني عايز أجمع أولا قبل الضرب، وبالتالي 1+2 بيساوي 3 في 3 بيساوي 9، ودي الإجابة الصحيحة. لو عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في القناة، ولو عجبك شكل الإيموجي تقدر تتفرج على فيديو سابق عن الإيموجي بالقناة.